الكرام، يسعدنا اليوم يا سيادة الرئيس تشريفكم هذا الحفل الكريم لافتتاح مشروعات تنموية جديدة على بقعة غالية من أرض مصر الحبيبة وهي صعيد مصر. إن هذا الاحتفال يأتي بعد أن شهدت مصر منذ أيام قليلة العديد من المناسبات الدينية والوطنية، فمن ذكرى الإسراء والمعراج إلى عيد القيامة المجيد، إلى أعياد تحرير سيناء، إلى عيد العمال، يثبت المصريون يوما بعد يوم أنهم جسد واحد ونسيج متلاحم يجمع بينهم عراقة التاريخ وتحديات الحاضر ووحدة الهدف والمصير. سيادة الرئيس، لقد عاهدنا سيادتكم وشعب مصر في العام الماضي أثناء افتتاح باكورة مشروع استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان انطلاقا من منطقة الفرافرة أن تستمر قاطرة التنمية في جميع المجالات بمصرنا الحبيبة وبصعيد مصر خاصة. ويشهد تجمعنا اليوم على التزامنا بالعهد وإصرارنا على تحدي الصعاب أن حجم الإنجاز الذي يتم على أرض مصر يثبت أن مصر أرض الحضارة ماضية في طريقها الصحيح، عازمة على تعويض ما فاتها في جميع المجالات، ويشمل ذلك الإصلاح الاقتصادي والذي نؤكد لسيادتكم ولشعب مصر العظيم أننا نسعى جاهدين لتحقيق النجاح فيه، وأن تنطلق مصر الحضارة والتاريخ إلى المكانة التي تليق بها بين دول العالم. وسنعمل على تطوير كل مجالات العمل سواء الإنتاجية أو الخدمية، ولا شك أن الأمن الغذائي يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهنا اليوم، إدراكا لما نعرفه جميعا من أن من لا يملك قوته لا يملك قراره. سيادة الرئيس، الحضور الكريم، إن المضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية رغم التحديات الاقتصادية التي نواجهها لهي المحفز والدافع لسواعد هذه الأمة لتبذل الجهد والعرق ولتصل إلى ما تستحقه من مكانة. إن المشروعات القومية لا تهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، بل تهدف أيضا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي وتقوية شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب في جميع المجالات، من شأنه أن يقضي على البطالة ويرتفع بمستوى معيشة الفرد والأسرة. كما وأن تطوير البنية الأساسية والخدمات المؤدية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل وطاقة لهو أيضا هدف قومي نسعى لتحقيقه بعزيمة وإصرار. وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أثمن على الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة في البناء والتطوير جنبا إلى جنب مع باقي قطاعات الدولة. ومن أمثلة ما يتم افتتاحه اليوم من مشروعات صومعة المراشدة لتخزين الغلال، وبذلك يتم الانتهاء من إضافة 25 صومعة حديثة على أعلى مستوى سعة كل منها 60,000 طن بإجمالي 1.5 مليون طن بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه، ونصيب الصعيد منها 8 صوامع. تستهدف الصوامع خفض حجم الفاقد والذي يصل إلى 10% سنويا بقيمة تقترب من حوالي 4 مليار جنيه. هذا فضلا عن الانتهاء من 105 شونة مطورة نصيب الصعيد منها 46 شونة. ولقد تم دخول هذه الصوامع والشون في خطة استلامات وتسويق الأقماح لهذا الموسم. مشروعات أخرى تشمل محور كوبري جرجع على النيل بمحافظة سوهاج بتكلفة أنا بس اسمح لي قبل ما نسيب الصوامع والشون، الحقيقة في هنا تحية وتقدير مستحق لأشقائنا في دولة الإمارات، لأن هم المشروع 25 شون اللي احنا بنتكلم عليهم دول ده كان من ضمن البرنامج اللي قامت الإمارات بتمويله